الحمد لله رب العالمين يا رب، لك الحمد كله علانيته وسره، لولاك ربي ما بقينا ولا كنا ولا كان ويكون. نحن الذين جئناك مسلمين، إذن العلا منا واجعل عدانا دونا. لا ينبغي لملة الكفر أن تعلونا، وكن حافظا لنا ومعينا وغوثا وحلفا حصينا. أدبتنا فيما مضى وقد رضينا، ما لنا سواك رب يحمينا. كف أذى الكفار عنا فقد أوذينا، وقوم لنا الدنيا وقوم لنا الدين، ومكن لنا في هذا العالم الظالم أهله تمكينا. ويرحم الله أيها الأخوة من قال منكم آمينا. اللهم اغفر لمن حضر جمعتنا هذه ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه. وأشهد أن لا إله إلا الله. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه بكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. ها قد مددت يدي لك بالذل مفتقرا، يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. بطيبة عرج فإن بين قبابها حبيب، لأدواء القلوب طبيب. إذا لم تطب في طيبة عند طيب، به طابت الدنيا فأين تطيب. يا رسول الله يا رسول الله، لو مال قلبي عن هواك نزعته، وشريت قلبا في هواك يذوب. آيات حبك في فؤادي أحكمت، من قال عني عن هواك أتوب. لو كان لي قلبان عشت بواحد، وتركت آخر في هواك يذوب. ولولا جمالك في الجلال ملثم، لكان كل الخلق فيك تهيم. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النشائم وما ناحت على الأيك الحمائم. ورضي الله عن سادات ديننا وأكابر أئمتنا بالحق، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، سيندرج حديثنا اليوم أيها الأخوة في 3 عناصر مهمة: مسير الحجاج إلى مكة، ومواسم الطاعات، وكلام هادئ عن غزة ورفح. فها هم حجيج البيت الله تكلفوا باحثين عن الرحمات والبركات ولحظات السرور الذي ما بعده سرور. في ذلك المكان المعظم والمقدس سيجتمعون على صعيد عرفات من مختلف الأجناس والأعراق والمذاهب واللغات والأشكال والألوان، اجتماع يتشابه في هيئته مع يوم الصعيد الأكبر عند العرض على الله. فيا للخسارة لمن تسهلت له أمور الذهاب من صحة ومال ولن يذهب، فهذا دليل على أن الله لا يريد حجك. فهنيئا لكل من رزقه الله الحج. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي.
الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم علي جفون المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي. ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت المنادي يقول لي يا نائما جد السرى عرفات تجري كل قلب صادي. من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد من أبرك الأعياد. سيضحوا ضحاياهم ثم يسيل دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. لبسوا ثياب البيض شارات الرضا وأنا الملولع قد لبست سوادي. فإذا ما وصلت سالمين فبلغوا مني السلام أخي إلى ذلك الوادي. قولوا له أنا المتيم ومفارق الأحباب والأولاد. أيها الأخوة، للحج 3 دروس مستفادة: عقائدي واجتماعي وسياسي. فالعقائدي هو أن تتبع ما يقوله صلى الله عليه وسلم لك، مثل ما قال سيدنا عمر رضي الله عنه للحجر الأسعد: إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هذه عقيدة اتباع صحابي للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر يمشي علينا. وأما الدرس الاجتماعي فالحج سلوك وخلق، لا للمظاهر البراقة والخداعة ولا للزخارف. وأما الدرس الثالث سياسي، فكان سيدنا عمر رضي الله عنه يجمع حكام الأقاليم في الحج يتناقش معهم أحوال الأمة. أيها الأخوة، لدينا في السنة موسمان للطاعات: موسم مر بنا هو رجب وشعبان ورمضان. العبادة كانت فيه هي الصيام، وفيه 3 ليالي من أعظم الليالي: ليلة الإسراء والمعراج، والنصف من شعبان، وليلة القدر في رمضان. ففي هذا الموسم الأول أسلسل ربكم الشياطين ورماها في البحار، وفيه تنزلت الملائكة تترى على الأتقياء، وغفر ربكم الذنوب والأوزار، وفرج الكروب وستر العيوب. وفي الموسم الثاني هذا أيها الأخوة كما جاء في الحديث إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فالسنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات هي ذي القعدة الذي مضى توا، وذي الحجة هذا الذي أتى، والمحرم الذي سيليه، ورجب مضر ما بين جمادى وشعبان. هذه يحرم فيها القتال لكي يؤمن الله للحجاج طريقهم. ولقد كان الحجاج من قبل يذهبون إلى مكة والمدينة في ذي القعدة، ويؤدون مناسكهم في ذي الحجة، ويعودون إلى أهليهم في المحرم. وكأن الأشهر 3 هذه تمثل ذهاب وإقامة وإياب الحاج لأهله، فلا تظلموا فيها أنفسكم، فالظلم أساسه حرام. وفي هذه الأشهر حرامه استثنائي. أقسم تعالى بالحج وليالي العشر والشفع والوتر، فقالوا الليالي العشر هي ذي الحجة، والشفع هو يوم الأضحى، والوتر هو يوم عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة: لم أرى عتقاء من النار أكثر مما في عرفة. وقال: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد، فاغتنموها أيها الأخوة. وليس بالضرورة أن يكون اجتهادنا فيها بصيام أو صلة أرحام، وإنما بالأعمال
من صلوات مفروضة وقراءة قرآن وتهليل وتحميد وتسبيح، وإن العمل فيها كغزوة في سبيل الله. ولو أن رجلا جاهد في سبيل الله في غير أيام ذي الحجة، ورجل اجتهد بالله في عشر ذي الحجة، فعبادة هذا أعظم، لأن العمل فيها ما بعده عمل سواه. إن لم يكن ذهب ولم يعد، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث توا: عقارب الساعة تهمس في إذني أيها الأخوة وتقول انتهى الوقت. ادعوا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سهرت عيون ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون. إن ربا كفانا وكفى الأمة، وغزا بالأمس سيكفي رفح فيما يكون. وإن أمره بين الكاف والنون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فمهما بلغ السيل زباه فالظلم لا يدوم، فسيضمحل ويزول. إنهم غفلوا عما أخفاه رب العباد للمظلومين من صبر ونصر، فلا مانع لقضاء الله المقدر، فما شاء صنع، ولا جزع ولا هلع. وتفاءلوا. اللهم إنا نتوجه إليك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين المبين. اللهم وسع على عبادنا المسلمين والمجاهدين في السودان وفلسطين. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم أجمعين. اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين. تول أمرنا وأمرهم، احسن خلاصنا وخلاصهم، فك أسرنا وأسرهم، بلغنا مما يرضيك وما لنا. آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.